كنت عملنا اشتراك بقى في القناة كده وتعليقات ولايك كده. القناة لسه جديدة، عايزين نطلعها كده يعني الكل يستفاد. كمل الجزء ده تدخل الدفعة الجاية إن شاء الله، وزمايلي وزمايلنا في التحكيم برضو اللي واقع منه حاجة، اللي ما عندوش وقت يقرأ شوية يذاكر قانون. اللعيبة اللي عايزة تبقى عارفة مسؤولياتها وواجباتها تجاه الحكم إيه، الحكم اللي بياخد القرار ده ليه، مش عارف إيه. فعملنا اشتراك كده في القناة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المادة الثالثة من قانون كرة القدم. مادة تحسها بسيطة وتحسها صعبة كده. مادة بيحصل بسببها مشاكل كتير جدا. في حاجات بتحصل، كروت بنشوفها مبقاش عارفين ايه مصدرها، جاية منين، طب هو اداله كارت ليه، هو عمل ايه. آه، هي طبعا المادة اسمها اللاعبين. طبعا اللاعبين 11 لاعب في الملعب، لا في أسئلة كتير جدا فيها وفي حالات كتير جدا فيها. أنا فريق مثلا بيلعب، جبنا هدف وفي لاعب زيادة في الملعب، القرار هيبقى ايه؟ حارس المرمى بتاعي يبدل مكانه مع لاعب، في بديل داخل ارض الملعب، في لاعب خرج بدون اذن الحكم، دخل بدون اذن الحكم. كل ده هنعرفه النهارده ان شاء الله في الماده دي. هنبدا كده مع بعض. وعدد اللاعبين طبعا معروف، اللي هم 11 لاعب منهم حارس مرمى. تمام. نص عدد البدلاء. النصوص زي ما احنا قلنا في اول حلقه، ان القانون نصا انت ممكن ما تفهموش، ممكن تتوه فيه. فلازم تحضر لحد بيشرح النص ده. مش لمجرد ان حد معاك الكتاب نزله من على الموقع الرسمي خلاص ان انا ابقى فاهم قانون. في حاجات هتفهمها وتعرفها، وفي حاجات مش هتفهمها. في حاجات هتعوز هو ايه ده. يعني مثال اهو، يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الحد الأقصى لعدد التبديلات المسموح بها في كل مباراة رسمية. يشرف عليها اتحاد القارة والاتحاد الوطني اللي هو المصري يعني. ولا يجوز ولا يجوز أن يتجاوز العدد 5 تبديلات. شايف الكلمتين دول؟ 5 تبديلات، خليك فاكرهم كده. أما بالنسبة لمنافسات الرجال والسيدات اللي تضم الفريق، الأندية الأولى تشارك فيها ولا تسمح فيها قانون المنافسة ب5 تبديلات. فإن لكل فريق 3 فرص استبدال كحد أقصى. يعني هما 3 فرص ولا 5؟ بالإضافة إلى ذلك يمكن إجراء تبديلات بين الشوطين. طب عايزين نفهم ده. سعادتك بتكلمني؟ الكلمتين دول مثال على اللي إحنا قلناه في الأول. طيب أنت ليه 5 تبديلات فعلا؟ الفريق، أي فريق دلوقتي ليه 5 تبديلات، اللي هما ال5 توقفات. 5 تبديلات، 5 لعيبة. 5 لعيبة ينزلوا عنك بس على 3 توقفات. يعني ال5 تبديلات ليك، يعني 5 لعيبة ينزلوا من عندك بس على 3 توقفات. يعني أصبح إن ال3 فرص دي هي ال3 توقفات. بيقول لك بالإضافة إلى ذلك يمكن إجراء تبديلات بين الشوطين. يعني معنى كده إن ال3 غير بين الشوطين؟ يعني أنا لو عندي في فريقي بدلت تبديل الشوط الأول، أو ما بدلتش حاجة الشوط الأول خالص، تمام، وجيت بين الشوطين قبل ما الشوط التاني بيبدأ، فبروح للحكم في غرفة التبديل، في غرفة تبديل الملابس بتاعة الحكام، أو قبل ما الحكم ينزل الملعب بيتم إجراء التبديل قبل صفارة الشوط التاني. فأنا كده خدت من ال3 توقفات حاجة؟ لا، ال3 توقفات بتوعك زي ما هم هتعملهم زي ما هم في الشوط التاني، بس خدت من الخمسة. بس خدت من الخمسة. يعني الخمسة أصبحوا 4، ما أنا نزلت لاعب يبقى أصبحوا 4. طب نزلت لاعبين يبقى أصبحوا 3. ولسه عندك ال3 توقفات زي ما هم. تمام. دي نقط في ناس كتير جدا مش فاهماها. يعني بتقعد تتفرج مع حد في الكافيتيريا على ماتش يقول لك ايه ده يا عم، ده رابع اللاعب ينزلوه، كل مره نزلوا لاعب وهم لهم 3 بس. هو عشان نزل واحد بين الايه، بين الشوطين. في تبديل اضافي كمان بس لما بيبقى في وقت اضافي هنبص عليه دلوقتي وهنعرف. بيقول لك عندما يجري كل الفريقين تبديلات في نفس الوقت فإنه يتم حساب دي. يعني ماشي، ما علينا، خلينا في المهم عشان ما نطولش في المادة. الوقت الإضافي أهو. إذا لم يستخدم الفريق الحد الأقصى للتبديلات أو فرص التبديلات المتاحة، فتصبح بإمكانه استخدام ما تبقى منها في الوقت الإضافي. وسيكون لكل فريق فرصة استبدال إضافية. يعني إيه الكلام ده؟ عارف الوقت الإضافي بعد 90 دقيقة بيخلصوا يحصل تعادل بين الفريقين هيلعبوا وقت إضافي. الوقت الإضافي دول مش إحنا كنا قلنا فيه 5 تبديلات و3 توقفات، صح؟ لا، هيبقى فيه لاعب سادس. ولو انت خدت التوقفات بتاعتك كلها 3 توقفات تزيد توقف كمان. تمام. يعني تاخد فرصه استبدال وتاخد تبديل. يعني يعني بيزيد اللي هو الفرصه ان انا ابدل. هم المفروض 5 لعيبه، لا هيبقوا 6. والمفروض 3 توقفات، لا هيبقوا 4. تمام. طيب، كل ده احنا مش عايزين نطول، يعني مش عايزين نطول على بعض في الحاجات دي لانها حاجات مش هتفيدك قوي. يعني هي بتقال احنا هناخد بس الايه، النص اللي تفيدنا. طيب هنا بيقول لك باقي المباريات عبد اللاعب المستبدل. ماشي. يتم السماح بإشراك اللاعبين المستبدلين مرة واحدة فقط في مباريات الشباب اللي هو الاحتياجات الخاصة. ماشي، ما علينا. يعني دي حاجات بتبقى استثنائية.
زي مثلا الماتشات الوديه، وبتلاقي فريق كل الفريق مثلا بيتبدل كله، خلاص طالما في اتفاق بين الفريقين خلاص دي بتبقى سهله يعني. التبديلات الاضافيه دائما متعلقه باحتياج المخرج. يبقى كده خلاص بقى عندنا 6 تبديلات لو في وقت اضافي. طب لو مفيش وقت اضافي بيبقوا 5 بس. طيب بيقول لك في تبديلات اضافيه دائمه متعلقه بارتجاج في المخ او ارتجاج الدماغ لا قدر الله. يعني لو لا قدر الله لاعب جاله ارتجاج، بيبقى طبعا عربيه اسعاف موجوده وفي دكتور في الجهاز الطبي معاه، طبعا هو اللي بيقرر ده انه بيبقى عنده ارتجاج، فبيحق للفريق اللي وقع عنده اللاعب ده انه يعمل تبديل مكان اللاعب. تمام، حتى لو ما عندوش فرص او ما عندوش الخمس لاعبين. تمام، اجراء التبديل. طب بيعمل تبديل ازاي؟ طبعا كله بيبقى معروف باذن الحكم طبعا. لازم الحكم يقول له اتفضل آه، في تبديل. طبعا في بيحصل فيها مشاكل كتيره جدا. يغادر من اقرب نقطه الى خط حدود الملعب. طبعا في الناس اللي هي بتنتمي شويه للفرق، بتيجي بيلاعب فريق فلان وفلان، فتيجي الحكم مثلا قريب من ده فيقول له لا اتفضل من هنا. طب اتفضل من هنا، بيقول لك شايف اهو الحكم عشان بس عايز يخلص بسرعه عشان الناس، هو المفروض يطلع من نص الملعب ويسلم على زميله. لا مفيش كده، لا هو من اقرب نقطه. طب ما في لاعب بيبقى على الخط اللي هناك وبيجي جري يطلع من نص الملعب، طالما جاي جري او خطوه سريعه يعني لو بيمد كده خلاص الحكم خلاص اتفضل. لكن لو في تباطؤ او في تاخير في استئناف اللعب، فبيديله عقوبه انضباطيه، بيديله كارت اصفر اللي هو التاخير، او يذهب مباشره للنقطه الفنيه. طب بعد ما غير بيروح يقعد على الدكه طبعا او يخش غرفه تبديل الملابس. يستمر اللعب. طبعا اللي هو النقط برضو اللي ساعات بيبقى في ناس مش فاهماها. طبعا انا بعمل تبديل واللاعب قال لي مش هطلع، زي كيبا كده في تشيلسي ومانشستر سيتي، لما ساري قال له اطلع قال له مش طالع، اطلع مش طالع، اطلع ما رضيش يطلع. طب الحكم هيعمل ايه؟ خلاص بيلعب واللاعب موجود في الملعب، الحكم ملوش سلطه انه يخرج لاعب او ينزل بديل، ملوش اي سلطه في كده. تمام، اللاعب رفض انه يخرج، خلاص ما الحكم بيستمر اللعب. تمام، تبديل حارس المرمى. يجوز لاي لاعب من اللاعبين تغيير مركزه مع حارس المرمى. اي فريق اي لاعب من اللاعبين يجوز ان هو المهاجم عايز يقف جون، تعالى اتفضل اقف جون مفيش مشكله. بس عندنا حاجتين بس: ابلاغ الحكم قبل اجراء التغيير، قبل إجراء التغيير، وإجراء التغيير أثناء توقف اللعب. يعني ما ينفعش الكرة في اللعب أروح قايل للحكم أنا الجون وأروح واقف، لا ما ينفعش، لازم الكرة تقف أقول للحكم. طب هنا في نقطة برضو عشان تبقى وأنت بتتكلم يبقى النصوص بتاعتك برضو قانونية شوية. التغيير غير التبديل. التغيير ده هو غير مركز بمركز جوه الملعب. جوه الملعب تغيير مركز بمركز، راح باك يمين جه مكانه باك شمال، راح الهاف ليفت لعبه سيفت باك، كل ده تغيير في مراكز الملعب. غير المدافع غير مركزه مع حارس المرمى. لكن التبديل هو بيبدل لاعب بيلعب في الملعب ببديل بره، في لاعب بديل لاعب بره غيره بلاعب، ده اسمه بديل. تمام. تمام، مخالفات والعقوبات بتاعت المادة دي. بيقول لك إذا انطلقت المباراة بمشاركة لاعب مسجل ضمن قائمة البدلاء. كده دخلنا على إيه؟ على إنك تركز شوية. ضمن قائمة البدلاء عوضا عن لاعب مسجل ضمن التشكيلة الأساسية ولم يتم إبلاغ الحكم. يعني إيه؟ في أنا السكور، بص خلينا نبص على السكور الأول عشان تبقوا فاهمين السكور عامل إزاي. ده السكور. فريق المضيف بيكتب اسمه هنا، تمام، اسم النادي بتاعه هنا وهنا الفانيلا والناس اللي معاه اللي هو المدرب والمساعد، وبيكتب الأسامي اللعيبة أهي 11 لاعب، وبيكتب الإيه؟ البدلاء هنا. طيب أنا كحكم أنا باخد السكور ده الإداري بيملاه قبل ما أنزل الملعب. طيب اللاعب رقم 11 ده وليكن اسمه محمد طه. محمد طه ده ومحمد طه هنا في البودلة، محمد طه هنا في البودلة. بس انا لما جيت في الملعب لقيت محمد طه ده هنا، اللي هو مثلا رقم 11 رقم 12، اللي هو كده النص بيقول لك ايه: اذا انتهت مباراه بمشاركه لاعب مسجل ضمن قائمه البدلاء. يعني هو هنا ضمن القائمه دي. تمام. لقيته فين؟ لقيته عوضا عن لاعب مسجل ضمن التشكيله الاساسيه، لقيته هنا. يعني اللاعب اللي رقم واحد ده لقيته هنا في الدور، اللاعب من هنا لقيته هنا. طب بعرف ازاي؟ بعرف ممكن من اللاعب، من رقم اللاعب، ممكن الاداري يقول لي، ممكن اللاعب يقول لي يا كابتن انا ما كنتش بلعب ونزلت العب. بتحصل كتير جدا يعني، لها اي، مش لازم الحكم هو اللي يكتشفها يعني. تمام. طيب الحكم بيعمل ايه قراره هنا؟ بيسمح باحتساب اللعب عادي جدا، يلعب مفيش مشكله. وبيقول لك عدم توقيع عقوبات انضباطيه، يعني مش هديله كارت اصفر ولا اي حاجه، ولا كارت احمر ولا اصفر ولا اي حاجه. تمام. يصبح اللاعب المسجل ضمن التشكيله الاساسيه لاعبا بديلا. هتجيب اللاعب اللي كان الاساسي ويتحط مكانه ايه؟ بديل، مفيش اي مشكله. يعني مثلا انا عندي رقم 10 كان بره في البودلة، نزل مكان رقم 9، يتبدل رقم 9 هو اللي بديل ورقم 10 بيلعب. طيب الحكم يعمل حاجه؟
لا، طب الناس دي هتتحرم من فرصها في التبديل؟ مثلا هياكل بدل ما 3 فرص او 5 لاعبين يبقوا 4 والفرص تنزل؟ لا لا، ولا اي حاجه، هياخدوا ال5 تبديلات بتوعهم ب3 فرص اللي هم التوقع بتوعهم. بس الحكم بيكتب في نهايه التقرير كده ان هو ايه، في يعني بعد المباراه بيكتب ان حدث ان في لاعب كذا كذا وحصل كذا، وغالبا دي ما بيحصلش عليها حاجه. تمام. في حاله اجراء التبديل اثناء استراحه ما بين الشوطين او قبل الوقت الاضافي، يجب استكمال عمليه التبديل قبل استئناف المباراه. احنا قلناها دي من شويه. يعني انا انا حكم بعمل تبديل، او المساعد الاول عندي بيعمل تبديل، او الحكم الرابع بيعمل تبديل، لازم اخلصه قبل الاستئناف. يعني ما ينفعش اعمل التبديل ليه بقى؟ لان انا طول ما انا عملته قبل الاستئناف الناس دي ما خسرتش فرصه من ال3 توقفات، فلازم اخلصه قبل الاستئناف. بيقول لك اذا لم يتم ابلاغ الحكم يمكن يستمر البديل المسمى في اللعب ولا يتم اتخاذ اي عقوبه مضبوطه برضه، وبرضه يكتب تقرير نفس اللي فوق. بس دي لو في نص الماتش مثلا، يعني مثلا بين الشوطين او بين الوقت الاضافي، لاعب بديل نزل، هما بدلوا لاعب مكان لاعب، بس انا ما عرفتش، خلاص مفيش مشكله، بس بكتب برضه. نيجي بقى لحته حارس المرمى اهو. طب لو حارس المرمى بدل مكانه بقى مع لاعب بس ما قالش الحكم، الحكم الاول بيسمح باستمرار اللعب، ما بيوقفش اللعب. تمام. ينظر كلا اللاعبين عندما تصبح الكره خارج اللعب. يعني الكره لما تطلع هيجي يدي ده انذار ويدي ده انذار. ليه؟ لانهم ما استاذنوش الحكم. بيقول لك لكن ليس إذا حدث هذا التغيير أثناء استراحة بين الشوطين. يعني إيه؟ يعني بين الشوطين أنا كحكم كان مثلا محمد الشناوي ده واقف جون، لقيت اللي واقف جون حمدي فتحي، بس بين الشوطين لقيت حمدي اللي هيقف، خلاص أنا عرفت كحكم مفيش مشكلة، مش هديله حاجة. أول فترة بين نهاية المباراة وبداية الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح. يعني مثلا أنا جيت في الفترة بين نهاية المباراة وبداية الوقت الإضافي اللي هو بعد 90، فلقيت محمد الشناوي ده حمدي فتحي اللي لبس القفاز والتيشيرت وهيقف، مفيش مشكله خلاص مش هديله حاجه. او ركلات الترجيح، عملت تغيير خلاص مفيش مشكله. لا اي مخالفات اخرى، يعني اي حاجه بقى حصلت، اللاعب ده عمل حاجه مثلا مش عارف ايه، ينذر اللاعب يستأنف اللعب ركله حره غير مباشره من مكان وجود الكره لحظه ايقاف اللعب. يعني لو الحكم وقف عشان الحدث ده مثلا لاي حاجه، حصل اي حاجه، اللاعب ده عمل اي حاجه خارج مش عارف اي حاجه بقى، مكان ما انا وقفت الكره هحسبها غير مباشره. اللاعبين والبدلاء المطرود يعني اللاعب المطرود. طيب، قبل تقديم قائمة الفريق لا يمكن إدراج اللاعب المطرود ضمن قائمة الفريق المقدمة بأي صفة. تمام. هتلاقي الكلام كده تحسه كبير بس هو في المعنى بسيط خالص. يعني إيه؟ لاعب مطرود الماتش اللي فات مثلا، ما ينفعش يتحط الماتش ده يلعب، خلاص انتهى. هو ده معنى الكلمة دي. طيب، لو اللاعب ده اتحط في السكور، لو يعني إيه، إذا تم إدراج اسم اللاعب المطرود ضمن قائمة الفريق وقبل انطلاق المباراة فإنه يجوز استبداله بأي لاعب مسجل. تمام. ولا يمكن إحلال بديل لهذا الأخير، كما لا ينقص هذا الفعل من عدد التبديلات المسموح بها. يعني إيه الكلام ده؟ تعالى هنا، هات لنا السكور اهو. السكور اهو، في لاعب مطلوب لقيت اسمه مكتوب هنا، بس في رقم 11 ده لقيت اسمه مكتوب هنا، وهو اي رقم بقى، رقم 10 في الملعب اي رقم. لقيت اسمه مكتوب هنا واللاعب ده اصلا مطرود، يعني عنده وقف. تمام. طيب، قبل ما اصفر انا، يعني قبل ما الحكم يصفر وعرف ان ده مطرود، او الاداري قال له او اللاعب قال له ايا كان عرف ازاي، بيروح شايل اللاعب ده، بيروح خارج بره ارضيه الملعب خالص، ويروح جاي واحد من التسعه دول لاعب مكانه. هات يا كابتن لاعب يلعب مكانه، فهنزل لاعب تاني. بس دول هيبقوا 8 بس، مش هينفع احط حد مكانه. مش هينفع احط حد مكانه. احنا قلنا دي مختلفه عن ايه؟ عن لاعب نزل من البدله نزل للاساسي، فعادي الاثنين بيتبدلوا مكان بعض. لكن ده لا، طالما مطرود انا هلاعب لك واحد مكانه، بس مش هديك اخليه عندك 9 تبديلات، هخلي عندك 8 بس. طيب، هينقص حاجه من ال5 تبديلات وال3 توقفات؟ لا مش هينقص حاجه. هيعملوه زي ما هم، يعملوا 3 توقفات تاني ولو ال5 بدلاء زي ما هم، بس من ال8 مش من ال9. تمام. بيقول لك لا يجوز استبدال اللاعب المطرود بعد عطلة البداية. ده طبيعي يعني، خلاص. يعني ايه، انا صفرت وفي لاعب اتطرد، خلاص مش هينفع تلعب 10 لاعبين. ولا يجوز استبدال بديل طرد قبيل او بعد انطلاق المباراة. يعني ايه؟ البديل ده اللي هو احنا قلنا البدل من 9 البدل، انا طردته مش هينفع استبدله قبل او بعد انطلاق المباراة. يعني انت هتخلي في السكور بتاعك لو انا طردت واحد من البدلاء اللفظ عمل اي حاجة تجاه الحكام او تجاه اي حد، هديله كارت احمر، مش هينفع احط حد مكانه، هيبقى عندك 8 بس. طيب، الاشخاص الزياده في الملعب اللي هو الاشخاص الزائدون في ميدان اللعب، المدرب والاداريين والمدربات، لا دي المدرجون ضمن قائمه الفريق باستثناء اللاعبين او البدلاء. اه، بيقول لك في حاله دخول مسؤول الفريق او بديل او لاعب مستبدل او لاعب مطرود او عنصر خارجي الى ميدان اللعب، فانه يجب على الحكم القيام بما يلي. طيب، انا لقيت اي حاجه من دول، او بديل، لاعب مستبدل، لاعب مطرود، او عنصر خارجي، دخل ميدان اللعب،
على طول ايقاف اللعب فقط في حاله وجود تداخل. يعني مثلا في لاعب او اي حد ذكرناهم دول دخل في الحته، دخل من الحته دي، دخل من هنا كده، واللعب الناحيه دي، خلاص انا كحكم هوقف ليه؟ مش هوقف. هوقف لو حدث تدخل في اللعب، يعني لو اللعب هنا وهو دخل عمل اي حاجه، يعني دخل في قلب اللعب، تمام، هوقف في حاله حدوث تداخل او وجود تداخل. ابعاد هذا الشخص الزائد من ارضيه ميدان اللعب، الشخص اللي نزل يعني، ابعاد هذا الشخص من ارضيه ميدان اللعب، اخرجه بره. اتخاذ الاجراء الانضباطي الملائم، يعني لو لاعب او بديل او حد يعني له مسؤول في الفريق بيبقى له عقوبات، سواء بقى انذار، كارت احمر، هنشوف دلوقتي ركله حره مباشره، ركله جزاء غير مباشره، هنشوف دلوقتي. بيقول لك في حاله ايقاف اللعب وكان التدخل من قبل. من قبل مين بقى؟ مين اللي اهو مسؤول بالفريق او بديل او لاعب مستبدل او لاعب مطلوب، يتم استئناف اللعب بركله حره مباشره او ركله جزاء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكره هنا كده، انا فريق خسران او انا كسبان 1-0 والفريق التاني معاه الكوره وهيعمل هجمه مرتده، رحت انا نازل ميدان اللعب دي ورحت شايط الكوره من قدام المهاجم، او رحت جاي مع المهاجم متنافس معاه وبتاع، تمام، خلاص هاخد ايه؟ ركله حره مباشره. طب لو من جوه المنطقه من هنا، ركله جزاء، تمام. طيب عنصر خارجي، لو بقى حد نزل ارض الملعب ما هوش تبع حد من الفرق، يعني حد من الدراجات، اي حد عنصر خارجي، بعمل اسقاط، بستأنف باسقاط من مكان الكره لما هو تداخل. بيقول لك اذا كانت الكره، طبعا هنا اللي هو اللي احنا قلنا عليها ركله حره مباشره او ركله جزاء، هدي له عقوبه انضباطيه ايه على حسب القرار. يعني في كذا حاجه هنقول عليها. بيقول لك اذا كانت الكره متجهه صوب المرمى، اتجاه المرمى. بصوا ركزوا في النقطه دي لانها مهمه جدا. في حكام اصلا بتغلط في الماده دي يعني زي ما نقول دسمه كده، رخمه شويه. بيقول لك اذا كانت الكره متجهه صوب المرمى، اتجاه المرمى، ولم يمنع تداخل لاعب مدافع من لعب الكره، فان الهدف يحتسب اذا دخلت الكره المرمى حتى ولو تم لمس الكره، الا اذا كان تداخل من الفريق المعين. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا باشا، يعني الكره اهي من هنا كده، الكره داخله المرمى، خلاص في اتجاه المرمى اهو، وجه في تدخل تم اهو، متجه ولم يمنع تداخل لاعب مدافع اهو، بس اللاعب المدافع هنا، يعني اهو الكرة اهي داخله في قلب الجون اهي، بس اللاعب المدافع هنا. التدخل اللي حصل ده حصل من هنا مثلا، واحد نزل من ارض الملعب هنا، ولا واحد نزل من هنا، ولا واحد نزل من هنا، بس ما منعش المدافع ده انه يوصل للكرة، ما منعوش، ما عملوش اي حاجة، خلاص مفيش مشكلة، الهدف يحتسب. طيب لو حتى اللي دخل الملعب ده لمس الكرة او العنصر ده لمس الكرة، نجيب البتاع تاني، الكرة داخلة الجون اهي، اسف، داخلة هنا، والعنصر الخارجي او التدخل ده تم ولمس الكرة، لمس لمس الكرة والكرة دخلت جوه، هحسب ايه؟ هدف برضه. ليه؟ لأن هو قال لك في الأول إن الكرة رايحة فين؟ بص، إذا كانت الكرة متجهة فين؟ أهي هي دي الكلمة، صوب المرمى، اللي هي اتجاه المرمى أصلا. والتدخل ده ما منعش المدافع من لعب الكرة حتى ولو تم لمس الكرة، إلا إذا، في حالة بقى هنا استثناء بقى، كان التداخل من الفريق المهاجم اللي هو سجل الجول، يعني يسجل الجول ده هو اللي تداخل بقى، لاعب تبعه، مسؤول بالفريق تبعه، اي حد تبعه، بديل، مستبدل، اي لاعب من الفريق اللي جاب جول ده، لا ساعتها لا، بلغي الهدف. لاعب خارج ميدان اللعب، اذا كان يتوجب على اللاعب الحصول على اذن الحكم للرجوع لارضيه الملعب ولكنه دخل دون اذن، يعني كده في لاعب دخل دون اذن الحكم، ايه اللي هتعامل معاه ازاي؟ اولا هوقف اللعب، بس هوقف اللعب في حاله، هوقف اللعب لو هو يعني مش هوقف اللعب لو هو ما تدخلش، هوقف اللعب لو تداخل، أو ليس بالضرورة أن يوقف اللعب مباشرة بعد دخوله إذا لم يتداخل في اللعب أو مع أحد الحكام، أو من أجل تطبيق مبدأ تحت الفرصة. يعني اللاعب ده نزل ما عملش حاجة، يعني اللاعب نزل من الناحية دي، هو نزل من هنا والكرة هنا، خلاص الحكم يستمر اللعب. طب هو نزل ويتداخل في اللعب، لا هوقف اللعب. راح يتخانق معاه، يقول له يا حكم حرام عليك ده مش عارف، لا هوقف اللعب. أو الفريق التاني ليه هجمة وهو رايح على الكورة، بس التاني ليه هجمة، وهو رايح على الكورة أنا شايفه، بس الفريق التاني راح بالهجمة، خلاص هسيب الفريق يعمل الهجمة الأول، تمام. لو تدخل بقى هديله بقى العقوبات بتاعته. طب هعمل إيه تاني لو وقفت اللعب؟ هديله إنذار، ما هو داخل بدون إذن، تمام، لازم أديله إنذار طالما داخل بدون إذن. وإذا أوقف الحكم اللعب فإنه يستأنف على النحو التالي. طبعا قلنا لو تدخل بقى
لو لمس تداخل مع اللاعب وتداخل مع الكوره، لمس الكوره، لمس المهاجم اللي مع الكوره، لازم ركله حره مباشره من المكان اللي تدخل فيه. طيب بركله حره غير مباشره من مكان الكرة في اللحظة التي يتم فيها إيقاف اللعب، إذا لم يكن هناك تدخل. يعني لو ما تدخلش والحكم وقف لأي ظرف، أو وقف عشان هو شايف إن هو مثلا رايح على الكورة ومفيش هجمة ولا حاجة، مفيش مبدأ تحت فرصة أو حاجة ورايح أو حاجة، أو خلاص الحكم بيوقف ويعمل بيعمل ركلة حرة مباشرة للفريق المهاجم. يقول لك لا يعتبر اللاعب مرتكبا للمخالفة إذا تجاوز حدود ميدان اللعب بجزء من تحركات اللاعب. عشان وأنا بلعب، فاكرين كرة اللي هو جاريث بيلي هروب دي اللي هو خدها من بره دي بقى، دي ما ينفعش. ما تقوليش ده خرج بدون إذن الحكم ودخل بدون إذن الحكم، لا ده جزء من اللعب. طيب نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، هي إحراز هدف مع تواجد شخص زائد. يعني إيه بقى؟ في حالة لاحظ الحكم بعد إحراز الهدف وقبل استئناف اللعب تواجد شخص زائد داخل ميدان اللعب عندما تم إحراز الهدف ودخل هذا الشخص في اللعب يعني. طيب بيقول لك إيه؟ بعد إحراز الهدف وقبل استئناف اللعب، يعني إيه؟ يعني الهدف يحتسب بس لسه ما لعبوش، لسه زي ما بيقولوا ما سنطرش. هعمل إيه؟ الحكم هيلغي الهدف طالما ما استأنفش، اللي هو العب يلا يا كابتن واللعيبه سنطرت، هيلغي الهدف. تمام. طيب اذا كان هذا الشخص الزائد لاعب، هيلغيه امتى بقى؟ يعني هو هيلغي الهدف بس لازم يكون اللي نزل مين؟ الشخص الزائد ده لاعب او بديل او لاعب مستبدل او مطرود او مسؤول بالفريق مع الفريق اللي سجل الهدف، اللي هو الفريق المهاجم اللي جاب الجول. لو حد منهم هيلغي الهدف، يعني لو حد من دول هلغي، انا اللي سجلت الجول فريق انا. لو الحكم وهو بعد قبل ما يصفر كده قال لي استنى يا جماعه عدوا نفسكم كده، او لقى مثلا اداري واقف او مدرب واقف او طبيب او اي حد او مسؤول او اي حاجه ولقى زياده قبل ما يسنطر، هلغي الهدف. تمام. طب هيستأنف بايه؟ اللعب بقى. طب احنا جبنا جون يا كابتن، هتلعبوا ايه؟ هلعب بركله حره مباشره. ركله حره مباشره من المكان اللي موجود في اللاعب، يعني اللاعب واقف في الحته دي، انا جيت، انا كحكم جيت لقيت راجل بيترنج كده واقف مدير فني جوه ميدان اللعب، لاعب زياده او مسؤول بالفريق او لاعب مطرود انا كنت لسه طالبه، او مثلا لاعب لاعب مستبدل، فلقيته زياده في الملعب، فبعد الناس لقيته زياده، انت زياده انت مطرود خلاص قبل ما يعمل سنتره بعمل هو مثلا واقف هنا، خلاص هلعب الركله الحره المباشره من المكان. تمام. طيب بيقول لك عنصر خارجي، لو هو عنصر خارجي تداخل في اللعب باستثناء دخول هدف كما هو موضع اعلاه اشخاص زائدين على ارضيه الملعب. بص، بيقول لك ايه؟ عنصر خارجي تداخل في اللعب باستثناء دخول هدف كما موضح اعلاه اشخاص زائدين، اللي هو اللي احنا قلنا عليه، فان اللعب يستأنف بايه؟ باسقاط الكره. يعني قبل كده اتفقنا ان هو هلغي الهدف. طيب لو عنصر خارجي هعمل اسقاط، احنا قلناها برضه فوق. تمام. العنصر الخارجي دايما اسقاط، طالما عنصر خارجي اسقاط. تمام. يجب ان يقوم الحكم باحتساب الهدف اذا كان الشخص الزائد، اذا كان هذا الشخص الزائد ايه؟ لاعب. احنا قلنا فوق هيلغي لو لاعب او بديل اللي هو قبل الاستئناف. طب لو لاعب برضه او بديل او مستبدل او بس من الفريق اللي دخل في الجول، ها، هيحتسب الهدف عادي. تمام. يعني انا فريق دخل في جول وفي لاعب زياده، خلاص هحتسب الهدف، مفيش الحكم هيحتسب الهدف. وعنصر خارجي لما يتدخل في اللعب، لو في عنصر خارجي بس ما تدخلش في اللعب، احنا قلنا فوق هنلغي لو تداخل العنصر الخارجي ونعمل اسقاط، لكن هنا لو ما تدخلش في اللعب، لو ما جريش ورا الكوره، ما زقش اللاعب اللي معاه الكوره، ما عملش كده، خلاص هحسب الهدف. تمام. بيقول لك في باقي الحالات الاخرى يجب على الحكم يبعد هذا الشخص الزيادة خارج، ده طبيعي لازم خارج اللاعب الزياده او الشخص الزياده. وفي حال لاحظ الحكم بعد احراز الهدف وبعد استئناف اللعب تواجد شخص زائد داخل ميدان اللعب، دي بقى عكس اللي فوق، عندما تم احراز الهدف فانه لا يمكن الغاء الهدف، وفي حاله تواجد شخص زائد ميدان اللعب فانه يجب على الحكم بقى. بيقول لك هنا ان بقى احنا قلنا فوق قبل الاستئناف، يعني قبل ما يسنطروا، قبل ما الحكم يقول ايه العب، لو الحكم عرف ان في شخص زياده بس بعد ما لعب، يعني انا جبت جون ولعبت وراح هجمه والكره طلعت اوت تاني والحكم عرف بقى. الحكم الاول لو الكره مش بره الملعب او مش لو واقفه هيوقف اللعب ولازم يخرج الشخص الزياده. طيب هيستأنف بايه؟ هيستأنف بكره مسقطه، يعني هيسقط يا ركله حره على حسب بقى الحالات اللي فوق، على حسب الحالات اللي فوق، اللي هو ايه الحالات اللي فوق؟ اللي هو الشخص الزياده ده لاعب ولا بديل ولا لاعب مستبدل، طب من الفريق ده ولا ده، طب هديله ركله حره مباشره ولا هعمل اسقاط كده. تمام. وطبعا في حالة إن الحكم ما عرفش غير بعد الهدف وبعد الاستئناف بيكتب تقرير بالواقعة دي، يعني لازم يكتب التقرير. قائد الفريق اللي بيجي لنا جري يقول لك يا كابتن أنا الكابتن، أنا الكابتن يا كابتن، هو ده هو قائد الفريق. يجب أن يكون لكل فريق قائد فوق ميدان اللعب، ويجب أن يضع القائد على ذراعه شارة تميزه عن بقية اللاعبين، لازم يبقى لابس شارة. لا يملك قائد الفريق أي وضع خاص ولا امتيازات
لكن لديه نسبة من المسؤولية على سلوك لاعبي فريق. يعني بيساعدني انا كحكم ان احنا نظبط. يعني انا لما بنيجي بنعمل قرعه مثلا، في حاجه حصلت، في لاعب بيعترض، فالكابتن بيقرب لي يقول له: يا كابتن شجع الزمالك شويه، مش عارف ايه، بنتكلم كده. لكن مفيش اي صله ولا امتيازات. كابتن الفريق اللي بيجي يتهجم على الحكام يقول له: يا كابتن انا الكابتن. لا، مفيش اي امتيازات ولا اي صلاحيه ليك عن زمايلك. انت زيك زي زمايلك في اللعب، بس انت عندك مسؤوليه تجاههم شويه. تمام. دي كده تالت ماده من القانون. ان شاء الله نتكلم عن الماده الجايه باذن الله، معدات اللاعبين. انا عارف ان الماده دي رخمه شويه، فاللي عنده سؤال ان شاء الله كده فيها، او حاجه جت طارئه كده في دماغه، ممكن يكتبه ونجاوب عليه. او لو حد مش فاهم اي نص من الماده نفسها، ممكن نعمل لها تعليق كده ويبعت لنا على لينك الفيس انا سايبه، ممكن يبعت لنا ونرد عليه باذن الله. شكرا.